لو عندِك بواقي بسبوسة ومش عارفة تعملي بيها إيه، تعالي وأنا أقول لِك على وصفة تحفة جدًا. شايفة الجلاش ده؟ هتعمليه ببواقي البسبوسة اللي موجودة عندِك اللي مش عارفة تعملي بيها إيه، وكمان ممكن تعمليه بالكنافة اللي هي حمّرناها عشان نعمل بيها كنافة بالمانجا، أو نعمل بيها أي وصفة تانية وفاض مننا شوية. فهنحشي إن شاء الله الجلاش ده بحشوات مختلفة خالص عن المعتاد. فتعالي بقى شوفي إزاي بنعمل الجلاش بالكنافة وجلاش بالبسبوسة. طريقة سهلة جدًا هتعتمديها إن شاء الله. شايفة شكله هيطلع معاكِ مقرمش، هيطلع معاكِ زي ما أنتِ شايفة كده، زي محلات الحلواني كمان وأحسن بكتير. طعمه بجد حلو أوي يا جماعة، وشايفة اللمعة بقى اللي فيه وشكله بصراحة تحفة، وطعمه ما فيش بعد كده. يلا بينا نبدأ بقى ونقول لكم الحشوات الأول اللي إحنا هنعملها، وبعد كده نبدأ في الوصفة على طول. بصوا دي معايا كنافة اللي هي متحمرة، اللي احنا كنا عاملينها عشان خاطر الكنافة بالمانجا، وفاض معايا شوية كنافة. وهنا معايا بسبوسة برضو، صينية بسبوسة كنا عاملينها وده فاض كده حتتين. فقلنا طبعا مش هنرميهم ومحدش راضي ياكلهم، فهنعمل ايه؟ هنعملوها إعادة تدوير. اول حاجة حطيت كده حوالي 3 معالق كبار من السوداني المطحون على كل طبق من دول، على البسبوسة وعلى الكنافة. 3 معالق كبار سوداني. طبعا ده حسب الرغبه، لو انت عايزه تحطي سوداني حطي، مش عايزه خلاص ممكن تكتفي بالايه، بالكنافه او البسبوسه اللي موجوده عندك. وحطيت هنا كمان 3 معالق كبار سكر بودره. حط على الكنافه بس، لكن البسبوسه لا، لان البسبوسه انا ساقياها عسل، لكن الكنافه انا مستقياها حاجه. تمام كده؟ تمام. طيب انا هقلب بقى هنا السوداني مع السكر مع الكنافه. طب انا لو ما عنديش كنافه اعمل ايه؟ او ما عنديش بسبوسه، ما عنديش الاتنين يعني، ممكن اعمل ايه؟ ما عنديش بواقي حاجات وعايزه اعمل الجلاش ده، يبقى هنحط السوداني على السكر على السمنه اللي احنا هنحطها دلوقتي، وهي دي هتبقى الحشوه بتاعتنا. تمام كده؟ تمام. احط هنا بقى كمان معلقتين زبده. معلقتين زبده من اللي انا مسيحاها علشان اعمل بيها الجلاش. وهقلب الكلام ده كله مع بعض. وليه بقى احنا حطينا سكر وحطينا زبده؟ علشان زي ما انتم شايفين كده الكنافه مفرفته. لو حطيناها في الجلاش كده بعد كده هتطلع هتقعد بقى تطلع من الجلاش ومش هتبقى متماسكه جوه الجلاش. ولكن السكر لما يسيح جوه الفرن هيخلي الكنافه تتماسك. انا بقى شلت البسبوسه دلوقتي، وهنبدا دلوقتي الحشوه بتاعه الكنافه. بصوا هنا انا لفه الجلاش دي معايا بقى متقطعه، لان كان بقالها فتره قوي، بقالها فتره كتير معايا في الفريزر، عشان كده طلعت بالشكل ده. فانا عملت ايه؟ انا خدت هنا الورقتين على بعض وقسمت وقسمتها كده نصين. تمام. خدت النص كده الاولاني، هجيب بقى عصايه اللي هي الشيش طاووق، وعملتها بالبلاستيك راب. تمام. حطيت 4 وحدات مع بعض وعملتهم بالبلاستيك راب. حطيت كده ايه، اول طرف حطيت فيه البتاع دي العصيان بتاعت الشيش طاووق، وبعدين قفلت عليهم كده، وبعد كده ابتديت احط الحشوه بتاعتي. وهفضل بقى الف كده زي ما انتوا شايفين، وتحكمي كده الايه اللفه وانت بتقفليها. بس انا ليه سبت طرف بقى في عصيان الشيش طاووق علشان اقدر ايه اكشكش كده الجلاش واطلع ايه عصايه الشيش طاووق. هنعمل كمان واحده وهنشوف ازاي هنعمل الحكايه دي. هنا بقى فاض ايه، انا عملت التلتين وفاضل تلت الورقه. طبعا مش هنرميها، هنعمل بيها ايه؟ هنعملها برضو وهتطلع زي الفل باذن الله. اهو بصوا، انا هنا الاول هديها سمنه، وهوريكي برضو لما تبقى الورقه معاكي سليمه ازاي انت هتعمليها. اهو بصوا حطيتها كده وقفلت عليها، وسبت طرف بس كده صغير عشان اعرف اكشكش واعرف اشدها، لاني لو حطيتها جوه كلها مش هعرف اشدها. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت ايه، حطيت الكنافه كلها. بحكم كده ايه القفله بتاعتها عشان ما تبقاش مهويه. اهو. وبسحب الورق عصيان الشيش طاووق وبحطها في الصينيه.
بصوا هنا بقى الورقة لقيتها ايه لازقة ببعضها، دول برضو ورقتين. بصوا بقى انا هعمل ايه، انا هشيل الحتة اللي هي كلها لازقة ببعضها بالسكينة، الحتة دي ناشفة ولازقة ببعضها، فانا مش عارفة اطلع منها ورقة ورقة. فيعني لو عندك لفة الجلاش بتاعتك فيها اي مشكلة، حاولي ان انت برضو تصلحيها علشان ما ترميش لفة الجلاش، علشان حرام يعني. بس كده انا برضو ايه هقسمها نصين، دول ورقتين فوق بعض، لكن لما تكون ورقة واحدة هقولك بعد كده هتعملي ايه في الورقة الواحدة، ما تعمليش الورقة الواحدة بالطريقة دي. ماشي. اهي انا بوريكي اهي عصاية الشيش طاووق انا حطيتها ازاي، وبقولك سيبي حتة، وهحط الحشوة بتاعة الكنافة. شايفين حشوة الكنافة مفرفتة دلوقتي ازاي، مش متماسكة خالص. بس بعد كده هتتماسك في الفرن، وهنشوفها بعد ما طلعنا او شفناها في اول الفيديو شكلها بقى عامل ازاي. هنحط الحشوة كده شوية كويسين علشان يبقوا مالين كده ايه الجلاش. هنكشكش بقى كده من هنا ومن هنا زي ما انتوا شايفين بس، وهنحطها في الصينية ونشد ايه العصاية بتاعة الشيش طاووق. وبعد كده بقى هنجيب بقى، احنا خلاص خلصنا كده كل الكمية تمام. اللي هي بتاعت ايه الكنافة، هنجيبها بقى نقطعها. اول حاجة هنقسمها كده من النص، عشان اصابع الجلاش تبقى صغيرة كده زي اللي بتجيبيها من عند الحلواني، وتبقى كمان مقرمشة. تمام، لما تعملي زي ما انا عملتها كده، الورقة الواحدة تعمليها، انا هوريكي الورقة الواحدة تعمليها ازاي. الورقتين تقسميهم نصين علشان تطلع معاكي مقرمشة، ما تعمليش الورقة كلها الورقتين مع بعض علشان ما تبقاش معاكي طرية قوي، مش هتبقى حلوة. لكن لو انت عايزاها طرية قوي يبقى هتعملي ورقتين اتنين مع بعض، وتاخديها بطول الورقتين وتشتغلي فيها على طول. هنا بقى جيت على الوش بعد ما قطعتها، احط بقى ايه زبدة من اللي انا مسيحاها دي. تمام، دي زبدة على سمنة على زيت، تمام التلاتة على بعض. انت ممكن تحطي سمنة بس، ممكن تحطي سمنة على زيت، ممكن تحطي زبدة على زيت، اللي يريحك ايه حطي، بس طبعا ما ينفعش زيت بس. بس كده هنحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 200، ماشي على حسب فرنك طبعا. انا عندي الفرن هادي عشان انا احطها في فرن كهرباء واشغله فوق وتحت، فهي عشان كده انا هحطها على درجة حرارة 200. لكن لو الفرن بتاعك عادي ممكن تحطيه على اقل من كده، انت طبعا عارفه الفرن بتاعك. هنا بقى الحشوه بتاعه البسبوسه انا هعمل فيها ايه، حطيت بقى عليها زي ما كنا حاطين احنا الاول 3 معالق سوداني مطحون، وهقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. تمام زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنبدا نحشي بيها الجلاش. طيب هنعمل ايه بقى، بصي اللفه دي كويسه، مش مقطعه زي التانية. آه انا كده طنيت حوالي ربع لفة الجلاش كده من فوق. تمام، وبعد كده هدهنهم سمنة. انا هنا مش هعملها، مش هكشكشها يعني، انا هعملها صوابع من غير ما كشكشها، هعملها صوابع جلاش من غير ما تتكشكش. بس هنجيب بقى صاج تاني وهندهنه سمنة او زيت، اي حاجة طبعا متوفرة عندك او اي حاجة انت عايزاها. بس وبعد كده هنجيب الحشوة بتاعتنا، وهنحط كده في الطرف، لازم نحط الحشوة في الناحية اللي احنا تانيينها. تمام عشان تستحمل الحشوة، عشان احنا حاطين ورقة واحدة بس. تمام يعني احنا لما يبقى عندنا ورقة واحدة بس
هنعملها يبقى هنعملها بالشكل ده، يا اما هنعمل ورقتين ونقسمهم نصين، يا اما هنعمل ورقة واحدة زي ما احنا شايفين كده وهنتنيها، وبعدين نحط عليها الحشوة علشان تستحمل ايه اللفة بتاعة الحشوة. وبعد كده هنمسكها نحكمها قوي ونبدأ نلفها رول زي ما انتوا شايفين كده. لو في حته مقطوعه انت هتعرفي ازاي تتفاديها زي ما انت شايفه كده قدامك، وهيبقى بالشكل ده، ونحطه في الصينيه. هنعمل كمان واحده مع بعض اهو. اهو هنحط برضو زي ما انتوا شايفين كده، هنحطها على الطرف. هنحط بقى الحشوه كده برضو، يعني هنملى الرول بتاع الجلاش كده، هنملاه عشان تبقى اصابع الجلاش كده محشيه ومليانه قوي ايه بالحشوه اللي احنا عاملينها. تمام تمام. وهنفضل بقى ماشيين كده على لفة الجلاش لغاية اما نخلص الرول خالص وبس. وعلى الناحية اللي هي مفتوحة نحط عليها ايه الجلاش، نخليها هي في ارضية الصينية بس. ودي اخر واحدة بقى هنعملها مع بعض، وبعد كده اكمل انا بقيت اصابع الجلاش انا مع نفسي. لو وصلتي معايا بقى لغايه هنا ولسه ما اشتركتيش في القناه، اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد زي ما قلت لكم ان شاء الله. هنعمل وصفات تانية كتير جدا هتعجبكم باذن الله، فتابعوا معايا القناه عشان يوصلكم كل جديد، وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من القناه. وبالنسبه بقى وحطوا اللايك كمان، والمتابعين المحترمين اللي لسه يحطوا اللايك بتاعهم ويحطوا كومنت حلو كده زيهم. بس كده. وبعد كده هنكمل بقية الصينية وهنكمل بقية لفات الجلاش وهنحطها في الفرن زي ما قلت لكم قبل كده. بصوا بقى اصابع الجلاش طالعه شكلها عامل ازاي، تحفه بجد يا جماعه، جربوها. بصوا يعني حاجه كده وهميه. العسل بقى بتاع الجلاش طبعا هيبقى تقيل وبارد. والعسل التقيل بنعمله ازاي؟ بنحط 3 كوبايات سكر على 2.5 كوبايات ميه، عصرة ليمونة ومعاهم معلقة عسل كلوكوز. تمام. ونحطهم على النار ونسيبهم لغاية اما يتقلوا. بس شايفين بقى كده الجلاش تحفة بجد، يستاهل ان انتم تجربوه. وشايفين اللمعة بقى بتاعت الجلاش بجد تحفة يا جماعة. اشوفكم على خير.